مفاجأة ليا طبعا. عقد عبد الحميد معالي ان هو آه، مشي كده بدون ببساطة جدا. وقالت احدى الزملاء النهارده خالد طلعت اللي هو بقى متواجد عندي كده بيعمل احصائيات ان عقد الولد 500، وفي مع النادي ندفع له 500 الف دولار للنادي، والولد اتأيد كده على طول. وفي نفس الوقت عقد الولد حوالي مليون ونص، يعني حوالي 2 مليون دولار. يعني اللعيب جه وما مشاش ومشي بسهوله. بدات ابص في الحاجات دي لقيت الجفالي. انا اول مره اشوف، انا ما كنتش اعرف برضه، عرفت مع الوقت يعني وما سالت في حاجه ان راح السعوديه واحنا بندفع جزء من عقده في السعوديه. يعني كنا العكس زمان، احنا اللي بندفع، السعوديه بناخد منها، هم اللي يدفعوا. اول مره اشوف ان اللعيب من عندنا يروح وندفع له جزء في السعوديه. اتمنى طبعا المدير الرياضي والمفوضين من كره القدم الفتره اللي جايه الامور دي تحسم. افريقيا خلاص سخنت وقربت تخلص. اتمنى ان هي تخلص بسرعه. انا بس عايز في نقطه مهمه بالنسبه للموضوع بانتاج الناس تفصل بين العلاقه الشخصيه ووجودي كعضو مجلس اداره في نادي الزمالك، ان دي منفصله عن دي خالص. يعني في مسؤولين عنها، وفي الاخر اي لعيب في الاخر زي اي لعيب لو عنده مشكله في لوائح ونظم بتنظم العمل. في مدير رياضي وفي مفوضين، وفي نفس الوقت الولد عنده وكيل فرنسي مغربي وعنده محامي. الحاجات دي كلها تبقى جوه البيت. يعني ليه تتحل جوه البيت؟ ليه تطلع للاعلام كده؟ اتحطت وطلعت من مستشار القانوني، ردها المدير الفني النهارده بيتكلم عليها. طب ما كلمش ليه على صلاح مصدق؟ ما كلمش ليه على علي معالي؟ فميعاد غريب فعلا. هل النهارده الحاله الفنيه لنادي الزمالك حطته تحت ضغط ان هو يطلع في مؤتمر صحفي